10 من يونيو حزيران عام 1967 احتلت القوات الإسرائيلية هضبة الجولان السورية بعد أيام من سقوط الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء. كان المشهد مليئا بالغرابة، فالقوات الإسرائيلية لم تستغرق سوى ساعات قليلة لاحتلال منطقة مثلت لسنوات خطا دفاعيا كبيرا بسبب صعوبة اجتياحها من أي جيش معاد. لم يكد يمضي على اتحاد مصر وسوريا الكثير، وفي خضم التعقيدات التي رافقتها وشروط الرئيس جمال عبد الناصر بحل حزب البعث وقتها، لم يلقى هذا الشرط قبول مجموعة من الضباط البعثيين في القاهرة قبل الانفصال، فشكلوا نواة ما عرف باللجنة العسكرية من 5 أشخاص أصبحوا فيما بعد هم من يحكمون سوريا بالفعل. محمد الزعبي كان وزيرا للإعلام فترة حرب عام 1967 وغيب عن الظهور الإعلامي قرابة 40 عاما. التقينا به في ألمانيا ليحدثنا عن تفاصيل ما شهدته تلك الفترة وحيثياتها. نواة اللجنة العسكرية تشكلت في القاهرة قبل الانفصال 1959، وكانت من النواة من 5 أشخاص: صلاح جديد وحافظ الأسد ومحمد عمران، ومنهم عبد الكريم الجندي وأحمد مير. حقيقة الأمر اللي صار أنه احتكار حزب البعث للسلطة. تم تصفية مئات من الضباط الناصريين من الجيش. يعني الحقيقة بهذيك الأمانة بهذيك الفترة نحن لم نكن واعين، أنا من الناس لم أكن واعي لأبعاد هذه المسألة، وعملية الوعي بأبعادها أتى بمرحلة لاحقة. فبمرحلة لاحقة تبين لي من خلال الوعي الجديد أنه هؤلاء الناصريين هم عمليا سنة. ما ممكن ننسى دور القوى الخارجية، دور أمريكا، دور أوروبا، دور إسرائيل. ما ممكن ننساه في مراقبة الأحداث اللي قاعدة بتجري بسوريا ومحاولة التأثير فيها. فحافظ الأسد يبدو أنه أصبح هو خيار الأوروبيين والأمريكا، يبدو أنه أصبح هو خيارهم وليس صلاح. مدير الدفاع السوري هو حافظ الأسد، رئيس الأركان كان أحمد سويداني، وقائد الجبهة كان أحمد مير. ما يتعلق بالبلاغات العسكرية كلها كانت تصلنا بطبيعة الحال من غرفة العمليات حيث حافظ الأسد، وترسل إلى وزارة الإعلام للإذاعة في الإذاعة والتلفزيون، إلى وصلنا إلى البلاغ 66. فأنا البلاغ حطيته، لم أذعه، حطيته بظرف وأعطيته لمدير مكتبي وقلت له خذوا للقيادة موجودين بالقصر الجمهوري. فذهب شخص، وبعد قليل اتصل معي أحدهم من القيادة الكبار وقال لي محمد أذيع البلاغ اللي هو البلاغ 66، لأنه الرفيق حافظ اتصل معنا وقال لنا أنه القنيطرة سقطت معنا. بلاغ 66 بلاغ كارثي. شو سقوط القنيطرة يعني شغلة ما لا العقل بقبلها يعني مسألة غير مفهومة بصراحة. كان ممكن دفاع عن جولان، طبعا كان ممكن على الأقل يعني إذاقة إسرائيل المر حتى تقدر تأخذ سنتيمتر واحد من جولان. أما تأخذ الجولان كله على البارد هيك، طبعا في شبهة بهذا الموضوع وفي تآمر. دلائل هذه الميدانية اللي صارت البلاغ 66 هذا هو اللي بيقولوا إسحاق رابع إنه طيب جماعة بيقولوا ما دخلنا القنيطرة، ممثلهم بالأمم المتحدة بيقول ما دخلنا القنيطرة، أحمد السويداني بيقول لي ما دخلوا القنيطرة، حافظ بيقول دخلوها. شو يعني؟
واضح ما بدها يعني. أحمد السويداني كان في بالقنيطرة غرفة عمليات وموجودين فيها كبار ضباط الجيش السوري مع أحمد السويداني، عواد باغ مع عواد باغ ما شو كذا إلى آخره. لما سمعوا البلاغ 66 قال لي أحمد السويداني ركبوا بسياراتهم وروحوا، عرفوا في لعبة خلوه لحاله باعتبار هو بعثي ومزنبط يعني فكره الأمور كذا. انتظر ظل حوالي ما بعرف 8 ساعات كذا لحاله، كل اللي معه تركوه، وبعدين ركب سيارته ومشي. هي اللي قال لي انه لما مشي كانت اقرب دبابه بتبعد شي 4 كيلومتر. بعد نصف ساعه من اذاعته تقريبا نصف ساعه اتصل معي حافظ قال لي محمد والله يمكن استعجلنا باذاعه البلاغ. قلت له كيف؟ قال انا والله اتصل معي ضابط من الجبهه ما قال لي لا اسمه ولا مرتبه ولا رتبته، وقال لي انه القنيطره سقطت، فصدقته وكتبنا البلاغ وبعثنا لكم. لكن بعدين عرفت انه هم ما سقطت القنيطره، لكن هي على كل رفيق محمد محاطه من 3 جهات بحكم الساقطه عسكريا. فاني كتبت البلاغ 67 انا وعبد الله الحوراني اللي قلنا فيه انه القتال من بيت لبيت ومن كذا، على اساس الصوره اللي كانت بذهني انه اذا دخلوا الاسرائيليين لقنيطره فبيكون في قتال صار، يعني احتلوها عسكريا بتوازن القوى. اذا لم يدخلوا انه البلاغ 66 دخلهم واحنا طلعناهم، يعني مشان ما تكذب انت البلاغ 66 اللي هو كمان كان بلاغ كاذب. انا بوضوح بقول البلاغ 66. وفيما بعد صار عندي تصور آخر أنه هو بلاغ مشبوه، وهو بلاغ شبهة يتحملها حافظ الأسد. أنا سويت مؤتمر صحفي في أواخر حزيران. قبل المؤتمر الصحفي بحوالي نصف ساعة يمكن قلت له رفيق حافظ هلأ أنا عندي مؤتمر صحفي بدي تعطيني بالضبط أعداد الشهداء. فأعطاني على التلفون 128 ضابط وما بعرف شو كذا، أعطاني الأعداد موجودة. فعمليا يعني مو 128 128 شهيد يعني قتيل وكذا. انه انا دائما بعبر عنه انه بتهاوشوا حارتين بقرية بيموت أكثر من هيك العدد. فالجولان كله بيضيع والقنيطرة معه ب123 قتيل. اغتيال دوريد المفتي لأنه كشف بعض الأسرار المتعلقة بالوساطة الإسبانية بين النظام السوري وأمريكا، هذه منطقية. يعني النظام السوري لا يسمح لشخص عنده أسرار أن يبقى على قيد الحياة. السوري لا يسمح لشخص عنده أسرار أن يبقى على قيد الحياة. فاروق ممنوع يغادر. أنا هيك رأيي الشخصي، لأنه عنده أسرار. راح فاوض يهود باراك، وبالتالي المفاوضات تعني في أسرار، صارت في اتفاقات أخذ وعطى، وبالتالي واطلاع على الملفات. إذن فاروق اطلع على ملفات محرمة خاصة بحافظ ومجموعته. حتى ما بقدر أقول خاصة بالعلويين، لأنه في قسم كبير من العلويين لا يختلفون مع الآخرين بالرأي. حافظ ومجموعته الشخصية حول هذا الموضوع ما بدخل. وأنا برأيي أنه الروس والأمريكان مبلغين بشار الأسد أنه لا تقرب على فاروق، أنه خايفين قتله، أنه لا تقرب على فاروق خط أحمر. حرب 73 هي حرب تحريك وليس حرب تحرير بدليل الطرفين. بدليل مصر انتهت، راح سوى صلح كام ديفيد، هذا هو المطلوب، هاي التحريك يعني انتهت. اجى كيسنجر بال74 على سوريا والتقى مع حافظ الأسد فترة طويلة، وكان مترجم واحد فلسطيني كامل
أسعد كامل، فكان هو مترجم بين كيسنجر وحافظ. بعد ما خلصت المقابلة اجى لعند أنا كنت عند عبد الله الحوراني زيارة، اجى لعند عبد الله الحوراني. عبد الله كمان صديقه فلسطيني يدير إذاعة تلفزيون، فعبد الله سأله قال له شو صار بين حافظ وكذا؟ ما قبل يجاوب حرف. قال له أمنه. بعد ما مروح على بيته وأذن سيارة المخابرات بالسنة تحت لأسعد كامل، أخذوه حققوا معه. ليش سمحت لعبد الله الحوراني يسألك؟ معناتها كاينين يتصنتوا تابعينه ويتصنتوا عليه إنه تشوفوه بده يحكي عن شو صار بين حافظ وكذا. أنا بتقديري بغض النظر عن هذه القصة صار اتفاقية سرية ما تزال حتى الآن بنودها غير معروفة لأحد بين كيسنجر وحافظ الأسد، وهي التي الآن تنفذ بالجولان وبإسرائيل وبكذا، اتفاقية كيسنجر حافظ الأسد، واللي ما حدا بيعرف ما هي هذه الاتفاق. حرب 73 هي حرب تحريك وليس حرب تحرير. حرب 73 هي حرب تحريك وليس حرب تحرير. حرب 73 هي حرب تحريك وليس حرب